السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة مهمة جدا وقاعدة قوية جدا، ما شفتش حد اتكلم عنها قبل كده. القاعدة دي لما أنا بدأت أطبقها في الأدوار بتاعتي، والله العظيم يا جماعة مش كليك بيت، يعني لا، دي حاجة عن تجربة. أنا لما بدأت أطبقها كسبت أدوار كتير جدا، لقيت نقلات كتير جدا كانت بيست موف أنا ما كنتش هشوفها لولا القاعدة دي، وقدرت أعاقب غلطات كتير جدا كان بيعملها الخصم. اوقات كتير كان بيكون عندي افضليه وبضيعها بسبب ان انا ما حطيتش القاعده دي في دماغي. فهي القاعده دي، تعالوا نتعرف على القاعده دي، واوعدك بعد الفيديو ده هتروح تطبقها وهتلاقي فعلا نتائج مبهره بيها. فيلا بينا نبتدي، بسم الله. القاعده دي تعتبر جزء من الكالكوليشن او جزء من عمليه الحساب. يعني ايه عمليه الكالكوليشن؟ انت لما تيجي دايما تلعب، انت المفروض بتختار الاول حاجه اسمها الكانديديت موفز، او النقلات المرشحه او النقلات المحتمله. بمعنى الخصم لعب نقله، انت خلاص خلصت الافتتاح مثلا اللي انت عارفه او انت حافظه، ودلوقتي انت دخلت في الميدل جيم مثلا او الاند جيم. فالخصم لعب نقله، انت قبل ما ترد على النقله دي المفروض بتعمل حاجه اسمها الكانديديت موفز او النقلات المرشحه. يعني بتختار نقلتين او ثلاثه وتمشي في كل النقلات دي للاخر، تشوف مين فيهم افضل نقله، مين النقله اللي انت هتكمل فيها. ايوه، فين القاعده؟ هي دي القاعده؟ لا، مش دي القاعده. القاعده فين بقى؟ القاعده ان انت لما تيجي تكون تعمل خطه معينه، مثلا انا ههجم على الخصم او هعمل خطه معينه، الخطه دي لو الخصم منعها غالبا في معظم المستويات، ولكن الكلام يكثر اكتر في المستويات اللي هم اقل من الجراند ماستر، غالبا الخصم ما بيعرفش يمنعها صح. يعني ايه؟ يعني بيلعب نقله تبان انها نقله دفاعيه، ولكن هي نقله مش دفاعيه. وبالتالي القاعده بتقول ايه؟ القاعده قالها سام شانكلاند قبل كده، بطل امريكا السابق، قالها في جزء من الحسابات وهو بيحسب النقلات. إيه هي القاعده؟ سام شانكلاند بيقول if there a move، لو كان هناك نقلة that you really want to make، ان انت عاوز فعلا تعملها، او في خطة معينة انت بتحاول تحققها، الخطة دي الخصم منعها and your opponent is stopping you from making it، والخصم بتاعك منعك انك تعمل الخطة دي، قبل ما خلاص الخصم منعها، انا هعمل ايه؟ قبل ما تغير وتشوف خطة تانية او قبل ما تشوف نقلة تانية، always the first question you should ask، او اول سؤال لازم تسأله لنفسك what happens if I do it anyway. ودي القاعدة اللي احنا بنتكلم عنها. هيحصل ايه لو انا برضو عملت الخطة؟ هي دي القاعدة. لو انت جيت تعمل خطة معينة او تعمل نقلة معينة والخصم منعها، اسأل نفسك الاول هو هيحصل ايه لو انا عملتها برضو؟ ما يمكن هو ما عرفش يدافع صح، ما يمكن الدفاع اللي عمله بعد ما انا اعمل الخطة بتاعتي هيكون في مثلا ناتج اكبر بكتير، او هيكون في افضليه ليا. فدايما دايما يا جماعه القاعده اللي انا كنت بهملها، لما انت تيجي تهجم او تعمل خطه، دايما الخصم يلعب نقله دفاعيه كده عبيطه، مثلا يجيب مثلا الوزير يحمي المربع اللي انت مهاجمه، يجيب مثلا الفيل، فاهمين؟ قبل ما تغير، قبل ما تشيل الخطه دي من دماغك، حط من ضمن النقلات الكانديديتس المحتمله او المرشحه احتمال منهم هو هيحصل ايه لو انا عملت الخطه دي على اي حال. طيب تعال اديكم امثله مش من ادواري، من ادوار الجراند ماسترز. يلا بينا يلا بينا. الدور الاول او المثال الاول تطبيقا لهذه القاعده، انت تقدر تطبقها على فكره في اي دور من الادوار، تقدر تجيب اي جيم من يعني فاهم، وتطبق القاعده دي. تمام. كان ما بين بالقطع البيضاء يوان مانويل لوبيز. مين يوان مانويل ده؟ ابو الستريمر والويمن في دي ماستر المشهوره اللي اسمها انا كراملينج، ابوها. تمام. كان بيلعب بالابيض، كان بيلعب ضد ميخائيل تال بالاسود، ويوان مانويل هنا قدر يفوز في الدور، فاز على ميخائيل تال. ميخائيل تال فاز عليه كتير قبل كده، ولكن ده دور من الادوار اللي يوان قدر يفوز على ميخائيل تال. تمام. بغض النظر، في الشكل ده اللعب كان على ميخائيل تال، اكل بدأ في بدأ سي تكس دي. النقله دي مش احسن نقله. ليه النقله دي مش احسن نقله؟ علشان في الشكل ده يوان قدر ان هو ياكل البيدق ده. تمام. او اكل البيدق ده، او تقريبا ده تفريع من التفريعات اللي كان مرشحها ولكن ما اتلعبش، مش متذكر قوي يعني. تمام. ولكن المهم البوزيشن ده من الدور ده. بغض النظر، هنا يوان اكل البيدق، عاوز مين؟ انا عاوز الوزير، وبعد كده ابقى استرد البيدق. راح ميخائيل تال لعب كوين على السي 5، انا عاوز الحصان ده وعاوز الحصان ده. يا نهار ابيض، ده انا وقعت في فخ. ايه الفخ ده؟ ده انا خسرت الحصان. لو مشيت بالحصان ده هخسر الحصان التاني، لو مشيت بالحصان التاني هخسر الحصان ده. تعمل ايه في الحاله دي؟ ارجع تاني كده. انت المفروض قبل ما تلعب نقله زي دي ان انت تاكل البيدق تكون حاسب. هل ممكن الاسود يلعب نقله زي كده مثلا هجوميه؟ نعم. فانت مجرد ما شفت النقله دي فانت رحت لغيت فكره نايت تكس سي، صح كده يا جماعه؟ يعني القاعده دي هي جزء من الحسابات، جزء من عمليه الكالكوليشن عندك.
فانت لما تيجي تبص لنقله زي دي، طب دلوقتي المفروض نقله سلبيه مثلا امشي بالحصان، صح كده؟ يا عم امشي بالحصان مثلا هنا، مثلا امشي بالحصان هنا، نقلات كلها سلبيه، نقلات باسيف. تمام. في نفس الوقت انت الحصان بتاعك ده مطلوب بقطعتين، مطلوب بده ومطلوب بده، فانت المفروض دلوقتي تفكر هل اعمل ايه. فمن ضمن النقلات الكانديديتس المرشحه انك تاكل البيدق بتنبو على الوزير، بس وانت بتحسب لقيت ان في كوين على السي 5، فانت رحت تراجعت عن هذه النقله، قلت لا خلاص مش هلعبها النقله دي، صح كده؟ لان عنده كوين على السي 5 هيكون طالب الحصان ده وده. القاعده بقى بتقول ايه اللي كان بيقولها سام شانكلاند؟ لازم تسال نفسك هو هيحصل ايه لو انا لعبتها على اي حال، وتكمل حسابات. يعني اللي عاوز اقوله لك ان القاعده بتقول كمل حساب في اللاين اللي انت شايف ان ممكن يكون عنده نقله دفاعيه. طب تعال نكمل حساب كده. نايت تكس سي، كوين هنا عاوز ده وعاوز ده، هل في نقله قويه جدا هنا؟ ايه النقله دي؟ انك تاكل البيضه. نعم، ايه ده؟ حميت الحصان ده. طب ثواني، طب والحصان التاني؟ اولا انت جاي طالب الوزير، فلو اكل وزير في وزير فانت بترجع تاكل بالحصان، وهنا الابيض معاه بدأ كامل زياده والابيض احسن. طيب ثواني، افرض هو اكل، حلو، انت المفروض كنت بتحسب ده كله في دماغك. لو هو اكل، ايه الناتج بتاع البوزيشن؟ ان الوزير والروك جم على نفس الوتر، مش كده؟ فانت دلوقتي عندك نقله قويه جدا، هي بيشوب على الاف 3، هات الوزير، الوزير مضطر يمشي من على الوتر فتروح تكسب الروك. ايه ده؟ ده طلع ان انا لو مشيت في الخطه اللي انا كنت عاملها يبان في الاول انها بلندر والخصم عنده نقله دفاعيه، لكن لما تكمل كالكوليشن بتلاقي ان في ممكن يكون في لاين بيكسب زي كده. فهمنا يا جماعه القاعده؟ فده مثال، انا بجيب لكم على فكره امثله صعبه شويه، يعني ممكن اطبق الكلام ده على سكيل او على مدى اقل، يعني انت ممكن تطبق الكلام ده حتى لو انت مستواك 200 او 300. تمام. بس طبعا محتاج كالكوليشن، محتاج يكون عندك حس كالكوليشن. لو انت عاوز تتدرب اكتر على الحسابات، عندنا على القناه يا جماعه كورس عن الحسابات، كورس عن الكالكوليشن قوي جدا جدا، اتفرج عليه وان شاء الله هنكمله، بس انا مش لاقي صراحه اقبال عليه قوي، فده مخليني محبط بعض الشيء ان انا ما اكملوش. فلو لقيت ان شاء الله اقبال كويس عليه هنكمله باذن الله يعني. تمام. المهم، فدي يا جماعه القاعده الاولى. تمام، او ده المثال الاول. تعالوا نشوف مثال تاني على القاعده دي. المثال التاني، المثال ده يا جماعه كان ما بين ماجنس كارلسن، طبعا بطل العالم واعلى شخص ملقب حاليا في العالم، ومن افضل اللعيبه اللي ما كانش افضل لاعب بالتاريخ، بيلعب بالقطع البيضاء، بيلعب ضد بطل فرنسا ومن احسن 10 على العالم، جراند ماستر قوي جدا اسمه MVL او ماكسيم فاشير لاجراف. ماجنس كارلسن هنا معاه فيلين اقوياء جدا جدا باصين على جناح الملك، مع وزير اكتف جدا، مع حصان قوي. فدلوقتي التشكيله بتاعت القطع دي خلت ماجنس كارلسن يحاول يبدا يفكر هو ازاي ابدا اهجم على الخصم. من ضمن افكار الهجوم ان انت ملاحظ ان البيادق دي اضعافت المربعات البيضاء، وان انت كابيض دلوقتي معاك امتياز الفيلين، يعني انت معاك فيل ابيض وهو ما معهوش فيل ابيض، صح كده؟ طيب ازاي استغل الامتياز ده؟ لو انت عاوز تفهم اكتر عن ازاي تستغل امتياز الفيلين هتلاقيني شارح الكلام ده في كورس هاو تو ري اسيس يور تشيس، اتفرج عليه وهتستفيد جدا ان شاء الله. تمام. فدلوقتي في الشكل ده اتكلمنا في هاو تو ري اسيس يور تشيس ان لما يكون معاك امتياز الفيلين تبص على الفيل اللي انت معاك امتيازه. يعني ايه؟ يعني هنا انا معايا فيل اسود، طب ما الخصم معاه فيل اسود، خلاص يبقى انا يعني دول كانهم لغوا بعض، صح كده؟ عامل مشترك. طب ايه الفيل اللي انا معايا امتياز؟ هو الفيل ده. ايه الامتياز اللي معايا؟ هو ان معايا فيل باصص على المربعات البيضاء، والخصم ما معهوش فيل يتحكم في المربعات البيضاء، ده معناه ان انا معايا جريب او قبضه اقوى على المربعات البيضاء. طيب ازاي استغلها؟ من ضمن افكار الهجوم على المربعات البيضاء وانت معاك امتياز الفيلين هو انك تعمل حاجه اسمها باتري او بطاريه. يعني ايه؟ يعني تحط الوزير في وش الفيل وتكون مهدد انك تديله كش قويه جدا في حمايه الفيل. طيب ثواني، ما انا لو جبت الوزير دلوقتي مش حلوه. ليه؟ لو لعبت الوزير دلوقتي نقله سيئه جدا. ليه النقله دي سيئه جدا؟ لانه ببساطه عنده نقله الاي 4، هيكون طالب الوزير بتاعي وطالب الحصان، فانا خسرت قطعه، وبالتالي انا محتاج الاول افتح السكه للوزير والفيل بتوعي، مش كده؟ طب ماجنس كارسن يفتح سكه ازاي؟ يروح يلعب نقله ممتازه هي جي 4. ايه جي 4 دي؟ جي 4 عايز افتح عاوز افتح الطريق، يعني هو مش مهتم دلوقتي بالبيدق. يعني لو اكل، وفعل ده اللي عمله لاجراف، هو مش مهتم بالبيدق، هو اكل اي نعم، ولكن هو بس مهتم بالمربعات البيضة دي بيلعب عليها. لاجراف هنا قال لك ماجنس كارلسن عاوز يلعب كوين على الدي 3 ويديني كشمات، صح كده؟ فراح لاجراف قال لك طب انا امنعه. منعه ازاي لاجراف؟ راح لعب روك اف على السي 8. ايه ده؟ عاوز دلوقتي الحصان ده بقطعتين، صح كده؟ وانت حاميه بس بالوزير، فانت ما عندكش وقت تلعب كوين على الدي 3 وتعمل لي الحاجات دي. طب تلعب ايه لو كنت مكان ماجنس كارلسن؟ هتقول لي صح.
يبقى انا ممكن الاول مثلا اطلع بالملك احمي الحصان، او ممكن مثلا امشي بالحصان بتاعي، او ممكن مثلا اجيب الفيل يحمي الحصان. صح كده؟ صح، دي كلها اسمها افكار سلبيه. بس انت ما سالتش نفسك سؤال قبل ما تحط كل الاحتمالات دي. كل دي يا جماعه بنقول عليها كانديديت موفز. يعني انك تقرب بالملك اسمها نقله مرشحه، كانديديت موف. تجيب الفيلد اسمها نقله مرشحه. لازم من ضمن النقلات المرشحه تحط في احتمال من الاحتمالات هيحصل ايه لو انا طبقت الخطه بتاعتي على اي حال. صح كده؟ يروح ماجنس كارلسن سال السؤال ده لنفسه قبل ما يشوف النقلات الثانيه، هيحصل ايه لو لعبت كوين على الدي 3. يروح ماجنس كارلسن يحسبها يلاقيها شغاله، يروح يلعب بريليانت موف كوين على الدي 3. ايه ده؟ هو مش الحصان ده بيتاكل ببلاش؟ لاجراف هنا بدأ يفكر، قال لك ايه؟ قال لك ايه ده، انا لو اكلت الحصان ماجنس هيديني كش، هروح اهرب بالملك بتاعي، هيروح مثلا يجيب الفيل التاني بكش، فانا هنزل بالملك هنا وماجنس كارلسن ما عندوش حاجه. لكن هنا لاجراف ما كملش حساب للاخر وعمل بلندر فادح، اكل الحصان. ايه ده؟ ليه بلندر دي؟ عشان ماجنس كارلسن يشوف عنده كش مات، كوين هنا بكش، الملك اونلي موف يطلع لبره، كش بالفيل التاني في حمايه الوزير، الملك ما يقدرش يرجع ولا ما يقدرش يجي هنا بسبب الفيل، اونلي موف الملك ولا يقدرش يجي هنا بسبب البيدق، اونلي موف الملك يجي على الاف 6. وهنا ماجنس كارلسن يلعب الضربه القاضيه اللي بعدها لاجراف يستسلم. ايه النقله دي؟ بيشوب على الاتش 5. عاوز اديك كشمات هنا ما بتتحلش، العب اي نقله هديك كوين على الجي 6 بتشيك ميت. شفت يا جماعه لما ماجنس كارلسن سال نفسه سؤال واحد بس، هيحصل ايه لو انا نفذت الخطه بتاعتي على اي حال؟ بس طبعا السؤال ده محتاج يكون عندك قدره على الكالكوليشن والتخيل. تمام؟ عشان كده بقول لك ان ده سؤال لوحده طبعا ممكن ما يكونش ليه لازمه لو انت ما بتعرفش تحسب. تمام؟ عشان بس نكون صرحاء مع بعض يعني. تمام؟ لكن محتاج شويه كالكوليشن يعني. تمام؟ طيب تعالوا نشوف مثال كمان لسام شانكلاند نفسه صاحب هذه المقوله. الدور ده كان ما بين سام شانكلاند وكان ما بين لاعب تاني مش متذكر اسمه بصراحه يعني. تمام؟ الدور لا بدا عادي، هنعدي الافتتاح سريعا. ده راي لوبيز، تفريع اسمه المورفي ديفنس. تمام؟ قعدوا يسمعوا النقلات لحد تقريبا النقله ال 15 بوك موف. تمام؟ ولعبوا حاجه اسمها تفريع كاربوف، ده اسمه كاربوف فاريشن يا جماعه من الاسباني. بيشوب على الاف 6. تمام؟ اي 4 ده كله عادي خالص. تمام؟ نايت على الاي 7، اكل بدأ في بيدق، بدأ في بيدق، اكل الروك. هنا الانجن بيرشح كوين على الاي، كوين اللي تاكل. وطبعا هنا في يا جماعه تفريعات كتير جدا، ولكن الخصم اكل بالفيل. الاثنين كويسين على فكره. نايت على الاي 3 من شانكلاند، ضاغط على البيدق ده. كوين على البي 8، حميت البيدق. بص يا جماعه ده اللي انا عاوز اقوله، تبان النقله دي انها بتحمي البيدق. طب هو ايه فكره سام شانكلاند؟ انه طلع هنا عشان ياكل البيدق، راح الخصم لعب نقله دفعت عن البيدق. طب السؤال هنا، ايوه قبل ما تفكر خلاص يعني، قبل ما تفكر انك مثلا ترجع الحصان هنا مثلا وتجيبه في مكان تاني مثلا، يعني دي فكره من الافكار، او قبل ما تفكر انك مثلا اجي ازود الضغط على البيدق، فاهمين؟ اسال نفسك سؤال، هيحصل ايه لو انا لعبت النقله دي على اي حال؟ يروح سام شانكلاند ياكل البيدق. ليه؟ علشان دلوقتي لو انت اكلت بالوزير، ده ما حصلش في الدور، اللي هو ما اكلش بالوزير في الدور، لو انت اكلت بالوزير فالفيل ده هيجي هنا طالب الوزير، ولما الوزير يمشي هكسب منك الحصان. فهمنا يا جماعه؟ وبالتالي هكون رجعت القطعه بتاعتي وخدت منك بيدق. فهمنا ايه فكره السؤال؟ فبعد كوين على البي 8 اسال نفسك دايما هيحصل ايه لو نفذت الخطه بتاعتي على اي حال؟ لو اكل بالوزير بيشوب هنا في حمايه الوزير الثاني، هكون طالب الوزير يمشي بالوزير، هكسب الحصان اللي على الدي 7. صح كده؟ الجيم كمل نايت على السي 5. ايه ده؟ مشي من وش الرابطه، فهو دلوقتي بالفعل مهدد انه ياكل الحصان. لان دلوقتي لو انت مثلا لعبت اي حاجه مثلا، فانا دلوقتي باكل الحصان عادي. صح كده؟ وانت دي ما بقتش ليها لازمه لان انا مشيت بالحصان اللي انت كنت طالبه. تمام؟ في نفس الوقت جاي بتمبو على الفيل. سام شانكلاند قال لك خلاص دلوقتي فعلا ادافع ببيشوب على السي 4. انا دافعت عن الحصان بتاعي. هكمل الجيم لان في افكار حلوه. روك على الدي 8. سام شانكلاند هنا لعب بي 4 وهي نقله مش بيست يعني، مش احسن حاجه. ليه؟ لان الخصم دلوقتي الفكره بتاعته ان هو كان جاي ضاغط على البدء الاي 4. راح الخصم سال نفسه هيحصل ايه لو انا اكلت البيدق بتاع الاي 4؟ ايه ده؟ ما انا حميه بالروك. لا، سام شانكلاند هنا اغفل عن النقطه دي، راح الخصم اكل البيدق. لا ايه ده؟ طب ما انا باكل بالروك يا عم. بص كده، سي 6، ممكن الحصان وممكن البيدق. طيب لو اكلت بدأ في بيدق مثلا، وده اللي عمله سام شانكلاند، باكل بالفيل، ممكن الحصان بقطعتين وممكن الروك اللي انت اكلت بيه الحصان. يبقى انا رجعت القطعه بتاعتي اهو. صح كده؟ هتمشي بالروك هاكل الحصان، ما انا جاي طالبه بقطعتين. هتمشي بالحصان هاكل الروك.
يبقى يا جماعه السؤال ده خطير جدا، بيجيب لك نقلات قويه. سام شانكلاند هنا بدأ يفكر، قال لك انا مش عاوز ابقى مكتوف الايادي. هو دلوقتي طالب ده وطالب ده، في نقلات عده سلبيه زي مثلا ارجع رك على الاي 1 واسيب له القطعه، صح كده؟ مش وحشه يعني ترجع رك كده وتسيب له القطعه بتاعته خلاص، تكسر تكسر وتدخل الاند جيم دي. اي نعم الابيض افضل قليلا لان هو معاه بدأ سالك هنا هيبدأ يقاتل عليه، ولكن وضع تعادلي بعض الشيء يعني، تمام. لكن سام شانكلاند حاول يعمل كاونتر بلاي. ايه الكاونتر بلاي ده؟ النايت على الجي 5 نقله قويه جدا. هو ايه فكره شانكلاند؟ فكره شانكلاند انه عاوز ياكل البيدق ده بكش في حمايه الحصان، وعاوز يجيب الوزير على الاتش 5 هنا يديك الشمات. يعني التهديد دلوقتي بتاع اللاعب اللي بالقطعه البيضاء ان هو عاوز دلوقتي يا جماعه يجيب الوزير بتاعه هنا، يكون ضاغط على البيدق ده بالفيل وبالحصان وبالوزير وطالب كشمات. هو بيعمل هجوم مضاد، تمام، ده نوع من انواع الدفاع انك تهجم برضه. ولكن الخصم هنا لعب نقله قويه جدا، دي 5. ايه ده؟ عاوز الفيل وعاوز الروك. لو انت طبعا اكلت هنا فدي نقله وحشه خالص، لان انا باكل بالفيل، خدت منك قطعه ببلاش وما زلت طالب الروك، في نفس الوقت انا قفلت السكه على الفيل. يروح سام شانكلاند يسال نفسه سؤال قبل ما يلعب نقله سلبيه، يسال نفسه ايه السؤال؟ هيحصل ايه لو انا نفذت الخطه بتاعتي على اي حال؟ هي ايه الخطه بتاعته؟ ان هو عاوز يجيب الوزير هنا يديله متات. يروح سام شانكلاند كوين على اتش 5. ايه ده؟ سايب الفيل، سايب الروك، سايب الفيل، سايب الحصان. لا ايه ده؟ ايه ده شانكلاند؟ الخصم هنا يلاقي اونلي موف في الشكل، هنا مفيش غير نقله واحده الكويسه. ايه النقله دي؟ هي انك تاكل الحصان طبعا لان انا مهدد اكل بكش، تمام. حد يقول لي ثواني، طب افرض مثلا اكل مثلا الحاجات دي بلندر، ليه؟ باكل هنا بكش، تدخل هنا رك على الاتش 4 وعاوز اموتك، يعني النقله الجايه كش مات ما بتسحميش، حتى لو انت دفعت كده فدي بلندر. ليه؟ بلعب روك تكس اتش 6 تاكل كش مات، تمام يا جماعه. وبالتالي نرجع تاني للفكره، كوين اتش 5 من شانكلاند قويه جدا. الخصم هنا اكل الحصان عشان المتات اللي كانت مطلوبه، شانكلاند اكل الفيل، طبعا ده كله يا جماعه محتاج كالكوليشن، وجه بتمبو على الحصان، يعني انا جاي طالب الحصان. تلعب ايه هنا لو كنت مكان الخصم؟ هل تدافع عن الحصان او تمشي مثلا بالحصان مثلا حاجه زي كده؟ بلندر. ليه؟ لاني باكل الروك ببلاش، ولو انت اكلت الروك بتاعي فانا بديك كش اونلي موف تشيك ميت عشان هتكون فتحت لي الفيل. فخلي بالك انت دلوقتي كاسود ما تقدرش تاكل الروك. ليه؟ لان الفيل هيتفتح له مع الوزير وهيكون في متات. نرجع تاني للبوزيشن، والحصان ده ما تقدرش تمشي بيه. ليه؟ لانك لو مشيت هاكل الروك وعاوز متات، فاهمين الفكره؟ وبالتالي الخصم هنا لعب بيست موف ان هو اكل الفيل ما اكلش الروك. ليه كده؟ لانه اول حاجه هو جاي بتنبو على الوزير على الحصان، تاني حاجه تخلص من الفيل اللي على الوتر الرخم. الانجن بيقول التكمله هنا يا شانكلاند هي روك على الاتش 4 وعاوز متات من هنا، يعني عاوز مثلا روك على الاتش 4، لو الخصم لعب اي حاجه مثلا فانا بديك كش تدخل جوه، اديك كش تغطي بالحصان، يعني روك اتش 7 عاوز متات، وده تفوق او مات للابيض يعني، تمام. ولكن الجيم كمل دي تكس سي، سام شانكلاند ما شافش النقله دي ولعب بيشوب تكس اي بتمبو، اكل الروك، اكل اكل وهنا اتفقوا على تعادل. هو الوضع بالفعل تعادلي. هما الاثنين الابيض والاسود مسد منهم نقلات، لو كانوا سالوا نفسهم سؤال واحد، وات هابنز، هيحصل ايه لو انا لعبت النقله دي على اي حاله، صح كده؟ كانوا هيلاقوا النقلات دي. بس يا جماعه دي الفكره بتاعت الفيديو، عاوزك تجرب وتطبق القاعده دي، ولما تيجي تحلل حاول تفكر دايما في خطه وتبني لعبك على اساس خطه، وانت بتحسب بتكالكوليت حاول تحط من ضمن النقلات المرشحه النقله اللي الخصم منعها لك وتحسبها، شوفها هتشتغل ولا لا، تمام. ده طبعا يا جماعه يتطلب مهاره الكالكوليشن، عشان كده بقول لك انا انصحك انك تتفرج على كورس نقار الخشب زود بيكر ميثود، لانه بيقوي جدا عندك الكالكوليشن، وفي كورس حسابات مستواه مرتفع بيقوي برضو عندك نقطه الكالكوليشن، تمام. ده الفيديو بتاعنا وده القاعده بتاعتنا، متاكد ان القاعده دي هتفيدك يعني في كثير من الاحيان. طبقها وهتدعي لي ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، كان معكم اخوكم اسلام حماده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقول لنا رايك في التعليقات، وتدخل تاخد لك لفه كده في الكورسات اللي عندنا على القناه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.